باش اننا خصنا نغيروا المواقف ديالنا مع مجموعه ديال الاتحادات ومنهم على راسهم الاتحاد الافريقي، لان داكشي اللي وقع البارح القاد المنتخبات كلهم كانوا كيجيو يلعبوا هنا، كلهم كنا كنحتضنوهم. وملي كنمشيو باش نلعبوا ماتش بحال اللي يمشيو يلعبوا بركان كنشوفوا هاد الفضيحه وهاد الممارسات. البارح كان المفروض اننا هاد بركان يسافروا في الصباح ويترينيو في العشيه ويدخلوا اللوطيل بخير وعلى خير، امور غادا مضبوطه. ما سافروا حتى ل4 ولا 5 العشيه، عاد جاهم الترخيص من اجل الاقلاع ولا النزول ديال الطائره الخاصه اللي كانوا غيمشيو بها يعني لزامبيا. تلغات الحصه التدريبيه. الخطير في الامر وانهم من مشاو تما وديجا دايرين الحجز ديال اللوطيل لقاو حتى الحجز ديال اللوطيل تلغى. وهذه ممارسات باش ياثروا على بركان وياثروا على اللاعبين. يعني 12 الليل عاد وصلوا اللاعبين، عاد سير اللوطيل ملي مشاو اللوطيل حكا ما بقاش الحجز وسير قلب على اوتيل اخر في 12 الليل باش اللعابه واصلين مهلوكين خصهم يدخلوا ينعسوا. فهذه الممارسات كتبين بان هاد الناس ما كيحترموش المغرب وما كيحترموش الانديه المغربيه، وخصنا نتعاملوا معاهم بالمثل. نهار ما يكونش عندهم تيران ما يجوش يلعبوا عندنا. السياسه ديال افريقيا واحتضان افريقيا ونكونوا افريقيا كاينه وغتبقى، ولكن على المستوى الرياضي هاد الناس ما كيفيدونا في حتى شي حاجه. دونك علاش غنبقاو نتعاملوا معاهم بواحد الممارسه ونهار حنا نكونوا غاديين عندهم ولا لاعبين عندهم يبداو يتكرفسوا على الانديه المغربيه ديالنا. كنظن بان الجامعه والمسؤولين ديال نهضه بركان ما خصهمش يسكتوا على هاد الاشياء هذه، لانها اشياء اللي كتسيء كره القدم الافريقيه من جهه واللي كتضر الانديه المغربيه وكتاثر على التركيز ديالهم وحتى على المعامله. ملي كيجيو هنا يلقاو كلشي واجد كلشي مزيان، ملي كنمشيو كيبداو يديروا هاد المعاملات الصبيانيه اللي ما عندها حتى شي علاقه.